ايه مشاكل التنفس اللي ممكن تحصل في مرضى اصابات النخاع الشوكي وهل ليها علاج ولا لا؟ هو ده موضوعنا، يلا بينا. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد لينا. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على مشاكل التنفس بعد اصابات النخاع الشوكي. يعني ايه اصلا مشاكل التنفس بعد اصابات النخاع الشوكي؟ مشاكل التنفس هنا هتنقسم معاك لحاجتين كبار. اول حاجه، لو العضلات بتاعه التنفس نفسها هي اللي متاثره، ودي بنشوفها مع اصابات معينه. وتاني حاجه، لو العضلات بتاعه التنفس بتاعتي مش متاثره او متاثره بطريقه غير مباشره، ودي هنشوفها مع حالات معينه. تعالوا نتكلم في الاول ونقول زي ما بنشرح كل فيديو، ونقول ان اصابات النخاع الشوكي بتفرق على حسب الليفل بتاعنا او على حسب المستوى بتاعها. اكتر اصابات هنشوف فيها مشاكل للتنفس هي اصابات الفقرات العنقيه. ليه الفقرات العنقيه هي اكتر اصابات؟ لان دي الاعصاب المغذيه اصلا للعضلات بتاعه التنفس، فبالتالي هي دي الاعصاب اللي بتغذي لك العضلات اللي بتخليك تعرف تتنفس. وعشان اعرف اتنفس اصلا لازم افهم ان في مرحلتين او جروبين كبار للعضلات يخلوني اعرف اتنفس. اول حاجه جزء داخلي في عضلات جسمي من جوه اللي هو الحجاب الحاجز والكلام ده، وتاني حاجه او الاكسسوري ماسلز اللي بتخدم عليه، وهي عضلات الكتف بتاعي مع عضلات الانتركوستال ماسل والكلام ده كله. يبقى دول حاجتين او تو جروب هم دول اللي بيخدموا عليا او بيخلوني اقدر اتنفس. ليه بيحصل مشاكل اصلا في التنفس بعد اصابات النخاع الشوكي؟ اول حاجه، لو الاصابه بتاعتي جت اصلا في المستوى بتاع الفقرات العنقيه. لو المستوى بتاعي جه في الفقرات العنقيه حصل مشكله فيهم، او الاعصاب المغذيه للعضلات دي بدات تتاثر، فده هقول ان في تاثر، فبالتالي خلاص انا كده التنفس بتاعي هيتاثر. ده حاجه لوجيك وواضحه جدا. طب اشوفها من امتى؟ اشوفها من اول الاصابه في الفقره العنقيه الثالثه وانت نازل. ليه الثالثه وانت نازل؟ لان هي دي اللي بتغذي اساسا الدايفرام او الحجاب الحاجز. بس عايز اقول لك، لو الاصابه جايه بدرجه عنيفه شويه في الفقره العنقيه الثالثه، هتخلي المريض بتاعي يبقى على طول على فنتليتور او تنفس صناعي. ليه؟ لان الحجاب الحاجز هيكون مشلول شلل تام، فبالتالي انا مش هعرف اخد نفسي ومستحيل اخد نفس، فلازم ان انا اوفر له حاجه تديله النفس من بره. فلاقي المريض ده على طول في الاي سي يو او في الرعايه، على طول قاعد في الرعايه ما بيتحركش منها. ليه؟ لأن المفروض كده وهو شغال أو الفنتليتور بتاعي هو ده اللي بيوصل له فكرة التنفس بتاعه، فهو هيفضل شغال بنفس الحاجة دي. في ناس بتعوض الحاجة دي شوية عن طريق إن هو بيجيب فنتليتور صغيرة بتبقى بيرسونال بيعملها في البيت، بس دي مشكلتها إن بتبقى هاي كوست شوية، فمش أي حد يقدر يعملها. تاني حاجة أو تاني إصابات بتحصل من أول الفقرات الرابعة وأنت نازل، ودي بتأثر على العضلات المسؤولة عن التنفس الجانبية، ودي بتبقى مخلية المريض بتاعي العضلات موجودة بس مش قادر إن هو ياخد نفس، فبالتالي في مشكله في ان هو يوسع النفس بتاعه، ان الشيست بتاعه ده يوسع بالهواء، فبتبقى مشاكل العيان ده موجوده مش بالسيفيريتي او مش بالقوه بتاعه اصابات الفقرات العنقيه الثالثه وهكذا. بعد كده لما نوصل على الاصابات بتاعه الصدريه، الفقرات الصدريه بتاعتنا، هلاقي ان الاصابه بتاعتي بتاثر على النفس بطريقه غير مباشره. اهم طرق غير مباشره بتاثر بيها هو ان المريض بتاعي بيبقى طريح الفراش، فلما يبقى طريح الفراش ونايم على طول في السرير، الكثافه بتاعه العضلات بتاعه التنفس بتبدا تقل مع الوقت، ويبدا المجهود بتاعه يقل اصلا، فهو ده نفس، فبالتالي الدنيا بتبوظ معايا. فلازم ان انا اوفر له طريقه ان هو يشتغل بيها الحاجه دي عشان افضل محافظ على الكفاءه العضليه بتاعه الجسم بتاعي. حتى لو الاصابه بتاعته مش جايه في الفقرات العنقيه، جايه في الفقرات الصدريه وشغاله، لازم ان انا اشغل له العضلات بتاعه التنفس برضه بطريقه مباشره كامله عشان افضل محافظ على الكثافه العضليه بتاعتهم وافضل محافظ على النفس بتاعه. طب تعالوا نتكلم بقى على الطرق ازاي احافظ اصلا على الكلام ده. ناخدهم بالعكس. اول حاجه، لو الاصابه فقرات صدريه او فقرات قطنيه، كده كده النفس بتاعي هيبقى كويس، فانا بس مش محتاج غير شويه تمارين تنفس. اهم تمرين من التنفس فيه هو ان انت بتيجي عند اخر القفص الصدري بتاعك وتحط ايدك وتبدا تاخد نفس جامد من مناخيرك لغايه ما ايدك دي تبدا تتزق لتحت، وبعد كده هتطلع النفس من بقك. يعني بالشكل ده انا حطيت كده باخد نفس واطلعه، وانا بطلع احس ان في حاجه بتزق لتحت، هو ده الحجاب الحاجز اللي احنا بنبقى محتاجين ان هو يشتغل معانا. تاني طريقه ان انا احط ايدي على الشيست نفسه وابدا اخد نفس، ونفسي ده لازم يخلي ايدي تترفع. يعني انا حاطط اهو باخد نفس كامل يخلي ايدي تترفع كده لفوق، وبعد كده اطلعه من بقي. طب اعمله كم مره؟ الايديال بتاعه او المناسب لينا المفروض يتعمل من 5 ل 10 مرات كل مثلا ساعتين ل3 ساعات. يعني انا في اليوم كله ممكن اجمع لي مثلا حوالي 50 60 مره، ما فيش مشكله ابدا ان انا اعمل التمرين ده، بس ما اعملهمش ورا بعض، لان انا لو عملتهم ورا بعض النفس بتاعك هيتعب زياده مش هيتحسن زياده. ده بالنسبه للفقرات الصدريه. في حاجه تانية ممكن نساعد بيها، في حاجه بس هنقولها في الفقرات العنقيه هتنفع معانا في الفقرات هنا. الفقرات العنقيه بقى لازم ان انا اشتغل الحاجات بتاعه الصدر اصلا الاول مع
الدكتور. ليه؟ لان العضلات دي مش شغاله لسه، فهي محتاجه الاول زقه كده من الدكتور بتاعي بطرق معينه عشان تبدا النفس يجي فيها، وبعد كده اقول لك اعمل اللي انت عايزه في البيت. اهم زقه او اهم طريقه هو جهاز الاسبيرومتر. جهاز الاسبيرومتر اللي هو جهاز الكور بالمعنى العام، اللي هو في الصوره جنبي هنا. الجهاز ده بيبدا ان انا اخده واخليه زي ما هو ثابت كده، واروح امسك الهيد بتاعته او الخرطوم بتاعه، واروح اشد نفسي جامد، اخد نفس جامد. وانا باخد ده هلاقي في كور. الكور دي المفروض ان هي كل واحده ليها كثافه معينه، فيبدا كل واحده تطلع وهكذا وهكذا وهكذا. كل ما طلعت كور اكتر كل ما قوه نفسك كانت احسن، فبالتالي انت تركز ان انت مع الوقت النهارده حركت اول كوره، تاني يوم عايزين نحرك تاني كوره، تالت يوم عايزين نحرك التالته، وهكذا وهكذا وهكذا، لغايه ما الدنيا تبدا تتحسن معاك شويه. وهو ده التمرين اللي احنا ممكن نعمله كمان في العيانين بتوع الفقرات الصدريه. ممكن اجيب له الريسبيرومتر ده واقول له اشتغل بيه في البيت عادي. ليه؟ لان ده هيحسن الكثافه العضليه بتاعت التنفس، فيخليني وانا بعمل له التمارين هنا بدل ما هو يتعب من 20 عده، لا ده بيتعب من 40 عده، فالدنيا كده بالنسبه لي اتحسنت. فمفيش مشكله خالص ان انا اشتغل بيه مع اي مريض، سواء الفقرات العنقيه او الفقرات الصدريه، اشتغل بيه ومفيش اي مشكله خالص. يبقى كده اشتغلنا على الحاجات الصدريه دي ودي. اخر حاجه هي الناس اللي بيبقى عندهم مشاكل في الفقرات العنقيه او اصاباتهم بالفقرات العنقيه العاليه، زي مثلا الفقره الثالثه او الرابعه. دول قبل اساسا تمارين التنفس لازم نعمل تمارين اسمها شيست كليرنس، لازم نطلع السبيوتم او البلغم اللي موجود في الصدر بتاعنا. ودي طرق معينه بيعملها دكتور العلاج الطبيعي المختص للشيست، يبدا يشتغل على مناطق معينه في الرئه بتاعتي عشان ابدا اقدر ان انا كح وابدا ان انا اطلع بلغم. لان انا كل ما طلعت بلغم كل ما الدنيا اتحسنت عندي في الصدر، وكل ما نفسي اتحسن زياده زياده زياده. فلازم الاول ابدا اطلع اساسا السكريشنز اللي موجوده دي كلها، وبعد كده ابدا اشتغل التمارين العاديه بتاعتي. يبقى كده اتكلمنا على شويه تمارين عاديه هقدر ان انا اعملها في البيت، وشويه حاجات اعملها مع دكتور العلاج الطبيعي المختص للحاجه دي. وخدوا بالكم ان انا كل فيديو بقول لك دكتور العلاج الطبيعي المختص للحاجه دي، لان العلاج الطبيعي دلوقتي بقى فيه تخصصات، بقى فيه دكتور متخصص للاعصاب، دكتور متخصص للشيست او الصدر يقدر ان هو يحركك احسن، دكتور متخصص في الفكره بتاعه البلفيك فلور او العضلات بتاعه المثانه والكلام ده. كل حاجه في دول بيبقى ليها حد سبيشال ان هو بيشتغل الحاجه دي، وكل ما كان الدكتور متخصص اكتر كل ما كان هيفيدك اكتر في الحته دي. بكده نكون غطينا معاكم الجزء بتاع التنفس. لو عايزين نضيف عليه حاجه كمان هقول لك ان انت في اسرع وقت لو قدرت ان انت تعمل مثلا، لو احنا فقره صدريه او فقره قطنيه، ممكن ان احنا نعمل تمارين بتاعه العجله. تمام، في عجل بيبقى اوتوماتيك ان انا بحط نفسي عليه وهو بيتحرك، وفي ان انا اعمل العجله بايديا، سواء ان انا الاصابه بتاعتي صدريه او قطنيه اعملها كنوع من انواع التنفس عشان يحسن النفس بتاعك شويه. ممكن كمان الناس بتوع الفقرات العنقيه يشتغلوا بنفس التمرين ده، يحط بدال ويبدا ان هو يتحرك 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 عشان يبدا يحسن التنفس بتاعه واحده واحده. بكده نكون اتكلمنا معاكم عن كل المشاكل بتاعه التنفس في اصابات النخاع الشوكي. يا رب نكون قدرنا نفيدكم. مستنيينكم في فيديوز كتيره ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا عن طريق عمل شير وسبسكرايب للفيديو. اشوفكم على خير ان شاء الله.